كل سنة وانتم طيبين. زهقنا من الأكل وعايزين أكلة خفيفة، مفيش أحلى من الحواوشي. في 10 دقايق هتاكل أحلى رغيف حواوشي. هنا بقى اللحمة دي كانت عندي سليمة، مش جايباها مفرومة خالص من عند الجزار. هتقولي ازاي فرمتيها في البيت يا صافي؟ هقولك ازاي. هتجيبي اللحمة، هتخرجيها من الفريزر، هتسيبيها مدة دقيقة أو دقيقتين فقط بس، وهتبشريها بالمبشرة. هتبقى معاكي ناعمة ومفرومة زي ما انت شايفة. طبعا هنا ضفت البصلاية والربع كيلو من اللحمة. حابة تضيف اي اضافات طبعا براحتك، وضفت عليهم ملح والتوابل فقط. وبعد كده بدأت ان انا احشيه في العيش. طبعا عجب الفيديو لحد هنا، ما تنسيش يعمل لايك واشتراك فضل وناس امر. ما تنسيش تشير الفيديو وتعمل لايكات كتير عشان يوصلكم كل جديد. بعد كده زي ما انت شايفة حشيته كده في العيش. وبدأت ان انا ادهنه زيت في الوش علشان يقرمش معاك ويبقى طعمه حلو. بالظبط يعني الربع كيلو عملت 6 من الأرغفة، عملت 6 رغفة يعني من العيش. حطيته في الفرن كده مدة 10 دقايق، بيقربش من فوق ومن جوه كده مستوي وطري وطعمه تحفة جدا. شايفين اللحمة مستوية ازاي؟ بجد طعمه تحفة جدا جدا. طبعا الطحينه دي هتقول ازاي عملتيها؟ اقول لك. لو عندك معلقتين من الطحينه نضيف عليهم 3 معالق من الدقيق، وضيف عليهم ميه سخنه ونص ليمونه وملح وكمون، وقلبيهم في بعض. هتبقى